في أول مباريات المجموعة الثانية. لذلك سادة الكرام بالنسخة الثالثة، وهذه البطولة التي تعتبر بالنسبة للمنتخبات يعني هي مهمة، ولكن واحدة من البروفات للبطولات القادمة أو الحديث عن البطولة الأهم. نعم، هنا لمصلحة المنتخب البحريني. نتحدث عن فئة الفئة الأولمبية، نتحدث عن المنتخبات الأولمبية، لكن هنا كرة قد خطفت، مررت، اقتربوا، تشوكو الله، كان قريب وقاب قوسين أو أدنى، ولكن براعة حارس المرمى قد أبعد الكرة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب. نعم، وهو وسيم أيوب هذا الذي يظهر بالصورة أمامنا، قد حرم المنتخب البحريني من أول أهداف اللقاء. تابع، لاحظ، شاهد، أتت التمريرة ومن ثم التحضير بباطن القدم اليسرى، أرسلت ككرة لافة ليمثل على هذه الصورة دون رد. وبالتالي النسخة القادمة والتي هي أهم من نسخة أوزبكستان، هذه نقلة إلى الأمام واقتراب. البحريني يسجل، البحريني يتقدم، البحريني يفتتح نتيجة اللقاء عن طريق القائد والكابتن، هو من أخذهم بعد دربكة الكرة الماضية. نعم، بعدما أرسلت ككرة ثابتة وبالراس ثم العارضة، ومن ثم جاء التسجيل، جاء التقدم هنا لمصلحة البحرين. عبد العزيز يسجل لمصلحة الأحمر، عبد العزيز يتقدم لمصلحة البحرين، عبد العزيز يفتتح النتيجة. هذه الكرة أرسلت من الطرف الأيمن بالراس، ضربت بالأرض وذهبت إلى العارضة، ومن ثم ارتطمت بالمدافع، ولكن لا يكل ولا يمل، أكملها وإلى الشباك أوصلها. وعن أول أهداف المباراة قد أعلن بنقلة كانت رائعة من الجهة اليمنى، ووصلت إلى منطقة الخطر وبعدها إلى الشباك. وها هو أول أهداف اللقاء، ها هم يتقدمون، ها هم يبتسمون، ها هم يفرحون، ها هم على النتيجة يهيمنون، وبالتالي المنتخب البحريني يتقدم في هذا اللقاء. نقلة، هنا الرد. أنت بمواجهة حارس المرمى يا رياحينا، أنت كنت بمواجهة حارس المرمى، ولكن لم يكن الإنهاء بأفضل مستوى. لاحظوا، تابعوا، شاهدوا، راقبوا كيف أضاع الكرة الماضية. رياحينا كيف أضعتها يا رياحينا، هذه الكرة التي وصلت. لكن نرى الآن بعدما عادت الكرة على مستوى حراسة المرمى الإشارة والإيماء الذي يأتي من عبد العزيز القائد والكابتن على أن يتقدموا بمحاولة الآن لمصلحة الله 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 على الكرة الماضية البحرينية والتي أهدرت بهذه الطريقة، وكان بالإمكان أفضل مما كان يا عبد النبي. بكرة من الجهة اليسرى، الدخول إلى داخل المنطقة، مواجهة حارس المرمى متجها إليك بهذه السرعة، ولكن مرت الكرة عادت الآن لمصلحة المنتخب السوري. تغيير الاتجاه إلى الطرف الأيمن، محاولة التقدم بهذه اللحظات، يبحثون عن التعادل. قطرية وصلت، اقتربوا، هل هنالك ركلة جزاء أو ماذا يقول حكم المباراة؟ قال لا، بل إنها إلى ركلة مرمى، أو هنالك إلى ركلة ركنية أم ماذا؟ لأنهم يطالبون بركلة جزاء، وحكم المباراة كان قريب من الحالة الماضية. هنا تأتي الإعادة، الحكم قريب لمصلحة المنتخب السوري لتنقل إلى داخل البوكس من أجل التعادل، ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. كانت قريبة سادة الكرام قبل الختام، نعم، ولكنها مرت هي ركلة ركنية وصلت، ولكن حكم اللقاء يشير بأن الشوط الأول قد انتهى بنتيجة التقدم لمصلحة المنتخب البحريني بهدف دون رد. قد سجل الهدف عبد العزيز القائد والكابتن. نعم سادة الكرام، شوط أول ينتهي، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الاستراحة. عبد العزيز القائد والكابتن بالنسبة
للأحمر في هذه الأمسية. تقدم وبالتالي استغل تلك الكرة الثابتة التي سجل من خلالها. المواجهة الثالثة اللي كانت 3-1 لمصلحة سوريا سجل من خلالها محمد فارس هدف لسوريا، ومرديك مرديكيان هدفين، وبالتالي سجل بالنسبة للمنتخب البحريني سيد ضياء. محاولة التقدم، الله على الكرة، يعود فيما بعدها لبنان وعمان على مستوى المجموعة الأولى، وهي آخر مباراة للبنان في دور المجموعات. سوريا والسعودية، ويتوقف المنتخب البحريني في الجولة القادمة. سوريا والسعودية ستكون هي آخر مباراة لسوريا في دور المجموعات، وأول مباراة لأصحاب الدار. نعم هذا يوم الأحد، نعم يوم الأحد ستعود المباريات. يا سلام على النقلة، يا سلام على التقدم، التلاعب الله، أنا قايل لكم يمتلك مواصفات رائعة. كرة ترسل وإلى أحضان أيوب تصل سادة الكرام خارج أرضية الملعب. هل هذه كرة العودة، الكرة الثابتة بالنسبة للمنتخب السوري؟ نقلة إلى الأمام وكرة العودة لكنها أهدرت، وصلت إلى الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف، استلام بالنسبة لسوريا من الجهة اليمنى بعدما كادت أن تصبح من الطرف الأيسر للبحرين. محاولة التقدم والتعادل، على محاولة كانت قريبة ولكنها أهدرت. سوريا كادوا أن يعودون بالكرة الماضية، ولكنها كرة راحت، مرت، عدت الآن إلى خارج أرضية الملعب. نعم سادة المشاهدين، في محاولات سوريا تتزايد، وباللحظات الأخيرة يريدون أن يتعادلون. كرة لدينا من الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب السوري. نعم لا، الإعادة تأتي بوقت غير مناسب. هذه محاولة التعادل، أنت سامع مني يقول لك شالها من فم الأسد، هذه انشالت من فم الأسد، أبعدت من على خط المرمى تقريبا. خطأ لمصلحة المنتخب. هذه يعني هو يكون حل في بعض الأحيان الكرات الطولية، على الرغم من أن الكرات الأرضية القصيرة أفضل، ولكن بهذا الضبط عودة لحارس المرمى. ولكن على أي حال عدت الكرة 4 دقائق كوقت بدل من ضائع بإشارة الحكم الرابع. نعم سادة الكرام، وبقرار حكم الساحة لدينا كرة من الجهة اليمنى تنقل إلى الأمام. اقتراب، التعادل بالوقت القاتل، يسجلون بالوقت القاتل، يعودون بالوقت القاتل، هنا يتركون. نعم من أضاع كثيرا يسجل أخيرا، والحديث عن رياحنا يدرك التعادل ويخرجون من اللقاء متعادلين، خير من أن لا يخسروا. نعم هنا سادة الكرام تعادل المنتخب السوري بكرة بداخل البوكس، بيساره شبيه ديبالا، هنا أرسلت بالراس، حضرت بالراس، استلم، نظر، سدد، وضعها في سقف المرمى. لا الأحمد ولا اثنين من الأحمد تخليهم في هذا الموضع، لا لن يتصدوا للكرة. سحبها إلى الطرف الأيسر، روضها لنفسه، وبعد ذلك أرسلها في سقف المرمى، وأعلن من خلالها عن التعادل. نعم سادة الكرام، السوري يعود. لا يا مخرج المباراة، حرام عليك، شنو اللي ضيعته؟ لا يا مخرج المباراة، نحن نحتفل بهدف سوريا وبإعادة هدف سوريا، لكن تأتي الصورة مباشرة بأن هنالك هدف، تأتي الصورة مباشرة بأن هنالك فرحة، تأتي الصورة بأن هنالك انتشار، تأتي الصورة بأن هنالك تقدم، تأتي الصورة بأن هنالك هدف سجل للبحرين. نعم وضعت في المرمى. أي لقاء هذا، أي سيناريو هذا،
أي مباراة هذه. نعم سادتي الكرام، ما يطول المنتخب البحريني يرد عليك، ما يطول المنتخب البحريني يسجل، ما يطول المنتخب البحريني يفرح. وبالتالي هنا سادتي الكرام عاد المنتخب البحريني يا جماعة من جول الجول، من نظرة النظرة، من فرحة الفرحة، من لمسة اللمسة، من احتفال إلى احتفال. نعم وسجل من خلالها المنتخب البحريني ثاني أهداف اللقاء. نعم سادتي الكرام، هل هنالك ثالث؟ هل هنالك ثالث؟ هل هنالك ثالث؟ هل هنالك ثالث؟ أتساءل ولكنهم لم يجيبوا. نعم بل أجاب المنتخب السوري بإبعاده للكرة الماضية، قال لا يوجد ثالث، بل إنما جاء الرد الأكبر بأن المباراة قد انتهت بصافرة حكم اللقاء، وقال بأنها أول 3 نقاط تحسم لفريق ما في هذه البطولة. الأحمر البحريني لم يفرط بنقاط اللقاء، المنتخب البحريني أصر على الفوز، وكما شاهدنا بذلك السيناريو الغريب، بذلك السيناريو المجنون، بالوقت بدل الضائع جاء التعادل من هنا وردوا عليهم من هناك. هكذا هذه المباراة بسيناريو ممتاز بشكل رائع.